خبر جديد يهمك لو انت اهلاوي. الاهلي انهى صفقة خلاص شبه موجودة في الاهلي بنسبة 100%. قبل اي حاجة لو انت اهلاوي ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وترزع اللايك الجميل بتاعك والاشتراك في القناة. اللايك والاشتراك بدون اي تكلفة، فما تبخلش عليا بالاتنين. مصدر في الجول: الاهلي اتم الاتفاق مع مدافع البنك الاهلي محمود الجزار لضمه بديلا لأشرف داري. خلاص أشرف داري بنسبة 150% بره الأهلي. حاليا مسؤول الكورة داخل النادي الأهلي عقدوا جلسة مع أشرف داري لفسخ تعاقد بالتراضي. خبر آخر، طيب قبل ما أقول لك الخبر التاني ما تنساش ترزع اللايك والاشتراك، أنا بفكرك لأن أنا بتعب فقدر مجهودي. الأهلي يريد التعاقد مع أسامة فيصل لتعزيز خط الهجوم. طبعا اللاعب موافق إنه يجي للأهلي، ولكن هناك عقب، وهي إن البنك الأهلي يطالب 2 مليون دولار لبيع أسامة فيصل للنادي الأهلي. أنت فاهم يعني إيه 2 مليون دولار؟ يعني حاجة غريبة جدا إن نادي مصري زي البنك الأهلي يعرض لاعب عنده 2 مليون دولار. أنا لو فيصليتش مش هشتريه ب 2 مليون دولار، لو من كرواتيا مش هشتريه ب 2 مليون دولار. في الغالب إدارة البنك الأهلي عايشين في عالم موازي. الأهلي مش هيدفع 2 مليون دولار في أسامة فيصل. طبعا في صفقات أفضل 90 مرة، أفضل 100 مرة من أسامة فيصل، صفقات أجنبية وهتفيد الأهلي جدا أكتر من أسامة فيصل وبمبالغ أقل من كده بكتير كتير جدا، زي ابراهيم دياباتيه، زي لوكاس اسادي. موجود لعيبه بصراحه سوبر زي اسد الحملاوي. في مهاجمين باقل من المبلغ اللي طلبه البنك الاهلي. انا زي ما قلت لك لو في صليت من كرواتيا مش هيطلبوا المبلغ ده، الله المستعان. بس يا معلم ده كان نهايه الخبر. لو في اي حاجه جديده هنزلها لك اول باول. استنى فيديو اخبار اليوم. بس كده، متنساش اللايك والاشتراك. سلام.